يعني انت جيت مثلا عملت قرار محترم جدا، قلت يا جماعه احنا في اعياد الاقباط وهو الاخر احنا مش هنضلم البلد. شيء حكيم وشيء عظيم. طيب ما هو ما انت بتقدر تفتحها وتقفلها ما اعرفش، يعني ما اعرفش، حاجه لا استطيع ان احكم عنها عليها. فاحنا عندنا سؤالين: الجدوى، وهل القرارات اللي احنا بنقراها دي كل يوم تصب في النهايه في شيء يضايق المواطن في التضخم؟ لانه انا في النهايه انا بتاع المواطن، انا عمرو اديب بتاع المواطن. في الاخر انت حاطط ايدك في جيبك كام؟ وارجوكم، في ناس عندها قناعه انه لا، الناس اللي معاها فلوس دي ما بيفرق. لا، بيفرق، بيفرق. ايوه، البني ادم ما يحبش يصرف كتير يعني او يدفع، مش بخل، انما يعني كلما زادت متاعب الحياه او مصاريفها هو ليس شيئا ظريفا للغني والفقير. ما انت كمان لو انت نجيب ساويرس يعني صاحب مصانع وبتاع ومش عارف ايه، انت هيجي عندك العامل اللي بيشتغل معاك او المهندس بتاع يقول لك يا باشمهندس نجيب، انا الفلوس اللي انت بتديهاني مش مكفيه، زود. طب باشمهندس نجيب هيعمل ايه؟ باشمهندس نجيب هيزود السعر بتاع البرودكت بتاعه. ففي النهايه التضخم، وانا عندي هسس بتاع الركود التضخمي اللي هو يجي وقت السوق لا يتحرك، الناس ما تبيعش وتشتري. هذا انا متكلم فيه من اول السنه. وايضا السعر غالي، يعني السعر غالي والناس ما بتبيعش وتشتري، فالسوق يبقى واقف، فالمصانع يقل انتاجها، فيبتدي الناس الرحيمه الغفوره اللي انتم بتتكلموا عليها دول يمشوا العماله. ارجو بس انه انا عارف طبعا اللي انا بقوله ده، عندنا اساتذه جهابذه في الوزاره بيعرفوا الكلام ده وفاهمينه اكتر مني 100 مره. انا بس بتكلم عشان الناس تبقى فاهمه انا بفكر ازاي. انما طبعا الدوله راصده هذا الامر وفاهماه ومتابعاه، وعندهم الخبراء اللي يقدروا يتابعوا هذه الامور. يبدو يا ساده. طيب، الحمد لله إن بيردوا علينا يعني. جالنا دلوقتي ان الزياده حصلت على مصانع الاسمده فقط، وانا ما قلتش غير كده. والزياده حصلت في مصانع الاسمده للحد الادنى فقط، وليس كل المصانع كثيفه الاستهلاك مثل الحديد والصلب وغيره. النهارده ما هو انت سايب، النهارده كل التقارير تتحدث على انه المصانع كبيره الاستهلاك هيتم التطبيق عليها. انت دلوقتي بتقول لي لا، الحديد والصلب وغيره لن يتم التطبيق عليه. كثيفه الاستهلاك لا، عظيم، شكرا. هو بس يا فندم بيحصل حاجة بسيطة جدا، انه ساعات كتير اشياء يتم نفيها في البداية وبعد ذلك نلاقيها اتطبقت بعد كده. ولذلك لا تتركوا الاخبار تتحول الى معلومات لمدة طويلة. لانه انت، وبعدين انا على فكرة ما بنقلش من مواقع تحت السلم. انا انقل من الشرق بلومبرج، انا انقل من العربيه الحدث، انا انقل من مواقع الاقتصاديه، انا انقل من حد قاعد بيكتب وبيلعب صوابع رجليه. فانقل من مواقع معتبره تنشر بشكل واضح معتبر. انما موضوع الاسمده طلع صح زي ما انا قلت اهو. طبعا الاسمده ده ممكن يؤثر على سعر الخضار والفاكهه والحاجات الاساسيه اللي احنا بناكلها. هل هيأثر قد ايه؟ هل السماد ده مكون عظيم؟ طب ما هو انت زي، ارجع تاني اقول لك، سندوتش الطعميه فيه السماد، سندوتش الطعميه فيه البنزين، سندوتش الطعميه فيه الكهرباء، سندوتش الطعميه فيه العماله، سندوتش الطعميه فيه المحل نفسه اللي انت زودت الاستهلاك بتاع الكهرباء بتاعه 20% النهارده. كل ده مين هيدفعه؟ يتحدثون عن سندوتش الطعميه اللي هو ماسك نفسه شويه ب 10 جنيه، اللي هو يعني في اقل ب 10 جنيه، لا في اقل، بس يعني يتحدثون على ان ده الافريج يعني.
فعندنا سؤالين، السؤال الأول ببساطة شديدة جدا، ونحن كلنا نقف وراء الوطن بتاعنا ونقف وراء الأزمة، لأنه الأزمة دي مصر غير مسؤولة عنها. يعني هذا ليس خطأ في التخطيط ولا خطأ في الدولة، لا، في حرب، وهذا أمر بيؤثر عليك. أنت عندك قناة السويس متأثر، كمان دخلك كله بيتأثر، أنت ما عندكش شيء اتحسن، أنت كل حاجة اتأثرت عندك. فمفهوم الوضع، مفهوم المشكلة، مفهوم الأزمة، في مش فهم، في تفهم كمان. كل ما تديني معلومات زيادة وكل ما تقول لي لماذا تفعل هذا وذاك، أنا معاك، أنا والشعب والناس وبتاع. تحدث حتى أراك ودعونا نفهم. فعندنا سؤالين: إلى أي مدى هذه الإجراءات تصب في جيب المواطن؟ ده اللي بيهمني. على فكرة أنا مش بتاع اقتصاد، أنا بتاع مواطن وبتاع سوق. أنا ده اللي بيهمني، وعلى فكرة ده اللي بيهم كل حد في العالم. أنت بتصرف قد إيه؟ أنت عايش إزاي؟ مستوى الحياة بتاعك بيسوء قد إيه؟ بيتأثر قد إيه؟ كل هذا الأمر. معانا الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. عندنا سؤالين: هل عندك أي دلائل مشاريع التقشف اللي حصلت في الكام يوم اللي فاتوا دي صبت قد إيه؟ نمرة 2، بنسأل على كل اللي بيجرى ده إلى أي مدى هيؤثر على جيب المواطن؟ طيب، واحنا مبدئيا نقدر نتكلم على التكاليف الخاصة بالإجراءات. يعني لو احنا خدناهم من أول الإجراءات وقدمنا الإجراءات الخاصة إجراء. أول إجراء حصل هو الجزء الخاص برفع أسعار الوقود. برفع أسعار الوقود حوالي يقدر يعمل وفر سنوي حوالي 100 مليار جنيه، 2 مليار دولار. ده بالنسبة لي. لا أستاذ محمد، أنت بتقطع، بس عايز أسمعك كويس لو سمحت. تاني اتفضل. أنت قلت لي أول إجراء اللي هو أسعار الوقود، اتفضل. أسعار الوقود، رفع أسعار الوقود احنا بنتكلم فيه حوالي 100 مليار جنيه سنويا أو 2 مليار دولار تقريبا. ده الوفر بالنسبة لرفع أسعار الوقود. تمام. وفر للدولة. ده وفر للدولة، وفر للدولة بالفعل. تمام. طيب، الجزء اللي حضرتك اتكلمت فيه الجزئية الخاصة برفع أسعار غاز الأسمدة. رفع أسعار غاز الأسمدة ديت طبعا حتى هذه اللحظة ليس لدينا مؤشر حقيقي ما هي نسبة الرفع، لكن نقدر نتكلم ان احنا بنتكلم على المتوسط. كانوا بياخدوا الغاز بحوالي $5 للمليون وحدة حرارية.